سلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شوت 360. لا تنسوا اللايك والاشتراك ومشاهدة ممتعة. 27 لاعبا. يعني نطلب منك انك تفضل الشاشه واخا التفاعليه باش نناقشوا اللائحه. شكون هما نعطيو بعدا واحد الفكره. تفضل. اولا اللائحه ديال 27 لاعبا شهدت التواجد ديال جوج ديال اللعابه من الرجاء الرياضي اللي هما الحرار واللاعب بن العمري، يعني على مستوى الدفاع، واللاعب المحمدي من نهضه بركان، يعني ثلاثه ديال اللعابه من البطوله. وتواجد ثلاثه ديال اللعابه من منطقه الخليج، ياسين بونو، جواد اليميق وسفيان الرحيمي. بالتالي البقيه كلها تتواجد بالديار الاوروبيه 21 لاعبا. او من العناوين البارزه عوده جوج ديال العناصر اللي كانوا سابقا اللي كيحملوا اسم سفيان الرحيمي وديوب، والعوده ديال المخضرم بعد طول غياب رومان سايس. وايضا الاستبعاد ديال مجموعه من العناصر اللي كانت في اللائحه ديال الشهر اللي داز، اللي هي عبد الكبير عبقار، اللاعب الهلالي، واللاعب ايضا ذكرني جلول بالمبعدون من القائمه ديال امين عدلي. بالتالي كاين سفيان الكرواني، عمر الهلالي، سفيان الكرواني، عبد الكبير عبقار، ثم عدلي. بالتالي لا بغيتي قبل ما ندوزوا اللائحه الى غير ذلك، فبالنسبه لك انت الانطباع ديالك الاولي حول اللائحه، كيفاش انت القراءه ديالك على اللائحه قبل ما نمشيو عند السي بدر الدين نشوفوا الراي ديالو على اللائحه، ندوزوا بالتفصيل. هذه اللائحه ديال كاس افريقيا لا يساوي لك شك الا غادي يجي شي لاعب حاليا في هذا الشهر غادي نكونوا بحال شي لاعب خرج من شي منظومه ماشي ديال الكره المغربيه. هذا هو السوق اللي كاين في الكره المغربيه، وهذه اللائحه اللي خص الجمهور المغربي يعقل عليها. لان هي اللي غتحضر، هذا هو الكوموندو ديال الكام، باستثناء لاعب واحد هو ما طرشك، يا بن العمري مع الكرواني، يا صلاح الدين مع الكرواني. هذا هو التغيير الوحيد اللي غيكون جلو. حنا كنتحملوا فيه مسؤوليتنا، لانه انا اللي فاجئني هو انه عيط 4 اللعابه في محور الدفاع في الوقت اللي كاس العالم لعب 5 وكانت عندنا مشكله. تذكر معايا كان بدر بانون وكان داري، هما اللي ما كاينينش. دابا رجعت 3 ديال اللعابه من المونديال، رومان سايس ونايف اكرد وجواد اليميق، وكنا شرنا بانه غيلعب بالدفاع ديال لاكوب دي موند. يعني اللي ضفتي السجل الاولى، ضفتي المنير المحمدي وبونوها جوج، وضفتي حكيمي اللي غيرجع مع المزراوي 4، وهاد الثلاثه اللي قلت لك سايس وجواد اليميق ونايف اكرد، فالدفاع ديال المونديال هو اللي حاضر. اضافه الى ان الركراكي يعني اليوم برقيه اللي غادي تكون في محور بغاك دير لها نقاش. باي باي الكان الحكيم زياش. حكيم زياش خلي هذا عنوان بارز. لان الجميع كان يترقب، ما تقولش لي بان زياش ماشي ستار، وكان محور نقاش جدل فضول واش زياش غيكون في هذه اللائحه. هذه كانت بحال واحد اخر ورقه ديال البياج جلول. ملي كتمشي للبياج وتدوز، هذه اخر وثيقه ديال الاداء ديال العبور الجمركي ديال زياش. بالتالي الغياب ديال زياش حتى هو من العناوين البارزه عفوا، واللي كيعلن بان زياش يودع افريقيا بناء على الغياب ديالو على هذه اللائحه. سي بدر الدين، هل في اعتقادك او هل هي في اعتبارك منطقيه وموضوعيه؟ بطبيعة الحال، يعني أن جميعا كنا نترقب الندوة الصحفية اللي عقدها الناخب الوطني وليد الركراكي صباح هذا اليوم للكشف على اللائحة الجديدة للأسود لمباراتين الوديتين اللي غادي يجريهم الفريق الوطني أمام كل من الموزمبيق وأوغندا، مباراة على درجة كبيرة من الأهمية جلول، على اعتبار أنهم غادي يكونوا تقريبا آخر المحكات. شكرا لك على المشاهدة، لا تنسى اللايك والاشتراك. أراك في الفيديو القادم.